اهلا بيكم، معكم احمد. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده من ضمن السلسله التعليميه اللي بتنزل كل يوم خميس الساعه 9 بتوقيت مصر، الساعه 10 بتوقيت السعوديه. فيديو النهارده هو ضمن سلسله تعلم بايثون من الصفر. الفيديو ده لو استمرينا في السلسله هتكون حسب دعمكم على فيديو النهارده. فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتسيب تعليق الفيديو ده عشان التعليق بتاعك يظهر في اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وطبعا احنا زي ما باكد مواعيد تنزلنا كل سبت واثنين وخميس الساعه 9. ولو انت مهتم بالمحتوى التعليمي فتابع القناه كل خميس. فيديو النهارده بنتكلم فيه من PDF بسيط كده انا عامله. تمام. هيكون متوفر معاكم بشكل مجاني للناس اللي هتنضم على الجروب بشكل مجاني برضو من الرابط بتاع الواتساب او رقم الواتساب اللي تحت في الديسكريبشن في الفيديو ده او تحت في التعليقات المثبته. تمام. فطبعا احنا بنتكلم في PDF ده بشكل بسيط عن بعض المعلومات النظريه عن اللغه. مالناش دعوه بيها، انت المفروض تقراها كده عشان تفهم اللغه يعني والكلام ده، او تفهم بعض المعلومات عن اللغه. في الاول بنتكلم ان انت لازم تثبت محرك واد او الفيجوال ستوديو عشان تبدا تكتب اللغه. تمام. ببساطه حد ممكن يقول لي انا شغال من على الموبايل. تمام، مفيش مشاكل، استمر على الموبايل زي ما انت. في موقع هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن او في اول تعليق مثبت، ممكن تشتغلوا بيه يعني من غير اصلا ما تحتاجوا انتوا كمبيوتر او لابتوب والكلام ده. مش هيكون بشكل احترافي ولا ممكن ان انتوا تعرفوا تشتغلوا بيه بعد كده اكيد، بس هو كتعلم. تمام، وكمشاركه وعشان ما يكونش عندكم اي مشاكل ان انتوا تتعلموا. تمام. فبعد كده بندخل على موقع بايثون. تمام، انا بحاول اختصر لان المفروض المعلومات دي معلومات بسيطه وسهله فمش محتاجه. بعد كده احنا بنثبت اخر اصدار. تمام. وبعد كده بينزل معانا على الشكل ده. تمام. دبل كليك عليه وبعد كده انستول بيتثبت معانا اصدار بايثون. طيب احنا ازاي بنعرف ان هو اتثبت او نتاكد ازاي ان هو اتثبت صح؟ بنروح على CMD. تمام. في امر كاتبه لكم هنا في PDF. تمام. هنا ظهر معانا الاصدار بتاع بايثون اللي احنا لسه مثبتينه اللي هو 3.12.5. تمام، اللي هو هنا 3.12.5. موضوع سهل خالص. تمام. طيب خلينا نقفل CMD كده خلاص مش محتاجينه. وبعد كده خلينا ندخل على الملف PDF بتاعنا، نتكلم فيه برضو عن بعض الاساسيات. بنتكلم يعني ايه متغير. المتغير ان انت بتحجز مكان في الذاكره، بتقول له خد المكان ده انا هشيل فيه حرف، انا هشيل فيه نص، انا هشيل فيه مثلا رقم، هشيل رقم بس فيه كسور. تمام. طبعا هنتكلم في كل ده في الكود اللي احنا كاتبينه. الكود بيوضح لكم المتغيرات. طيب عندنا التعليقات زي اللي انا كاتبها هنا. تمام، دي طبعا المتغيرات بانواعها. وهنا ده تعليق، ده ما بيتكتبش، النص الاخضر ده ما بيطلعش معانا في الكود، مش بيتنفذ. تمام. انت بس ممكن تشرح انت كاتب ايه هنا. تمام. يعني انا كاتب مثلا نيم. تمام، النيم هنا انا قلت له ده متغير. طيب المتغير ده نوعه ايه؟ ده سترينج. تمام. هنا بشرح ان متغير من نوع نص يعني او سلسله نصيه. وهنا كتبت بعد كده المتغير ده يساوي احمد. ليه حطيتها بين الدبل كوتيشن اللي هم العلامتين الحرف الطه في الكيبورد؟ عشان في ناس برضو بتقول انت بتجيب العلامات دي منين. لان هو هنا معتبر الحته اللي في النص دي. تمام، هو نص على بعضها، لو كتبته بالعربي هيطلع بالعربي. تمام. يعني لو كتبت له هنا مثلا، تمام، خلينا نكتب 100 الرقم يكون واضح. هل هو معتبر ال100 دي كرقم؟ لا، هو معتبرها كده نص. يعني ايه معتبرها؟ دي اللي انا قاعد اقولها من بدري مش عارف، بس هو معتبرها المفروض. ايا كان نكتب احمد المثال بتاعنا. تمام. هنخليه زي ما هو لحد ما ندخل على شرح كامل في الحته دي. انا طبعا مش مرتب لفيديو النهارده لان انا مش عارف دعمكم هيكون ايه. تمام، في السلسله دي ان شاء الله ننظم المواضيع احسن بعد كده. احنا هنا بنتكلم برضو عن انواع المتغيرات وبعض الدوال المهمه عندنا في اللغه. وبعد كده بنتكلم عن اتكلمنا بعديها ان احنا لازم نفهم المصطلحات والكلام ده. وبعد كده بقول لكم تابعوا الكورس ده. PDF بسيط خالص ولكن لازم تجروه. انا ليه مش هجراه في الفيديو؟ لان احنا عايزين نختصر. تمام، مش عايزين نطول مده الفيديوهات على الفاضي. تمام. طيب PDF كده كده معاكم فبراحتكم اتعاملوا معاه. احنا عايزين نبدا في الكود بتاعنا بشكل مباشر. طيب انتوا لو ما ثبتوش بايثون هيكون تحت مكتوب هنا select interpreter اللي هو المفسر بتاعكم. تمام، فلازم نثبت بايثون. طيب خلينا نبدأ نشرح الكود بتاعنا بشكل بسيط. تمام. تمام، احنا عندنا ايه هنا؟ عندنا انا بقول له هنا ده متغير اسمه ايه؟ المتغير اسمه نيم. تمام. هبدأ احفظ فيه احمد. تمام، زي ما شرحناها احنا حطيناها بين علامات تنصيص او كوتيشن مارك. تمام. طيب هنا انا بوضح لك برضو بعديها ان ممكن اعمل متغير اسمه ايج. تمام، او السن. وكتبت رقم 30 على طول. يعني هو هيعامل ال 30 دي نص ولا رقم؟ هيعاملها رقم.
تمام. ده كده من نوع اسمه انتجر، مش اسمه انتجر. انتجر دي اختراع، ده ما ملهاش علاقه باللغه، هو اسمه انتجر. تمام. الانتجر اللي هو الرقم، رقم صحيح، فاهمني؟ لكن النص اللي هو السترينج. تمام. طيب الفلوت اللي هو رقم وفيه كسر، ده بيتقال عليه فلوت. تمام. طبعا بنتكلم ان في حد اسمه احمد سنه 30. تمام. لا خلينا في 20 عشان يكون المثال واقعي. تمام. وطوله طبعا ايا كان طبعا هو 1.75. وهو هنا بيقول لك هو طالب، فهنا كاتب لك ترو، دي اللي هي البوليون. تمام. البوليون اللي هو بين ترو فولس، اختيارين. تمام. ممكن ده نخليه في فيديو لوحديه. تمام. عشان بس ايه، ما نحاولش نكتر معلومات في اول فيديو. تمام. طيب هنا النص ده او عفوا الرقم ده، احنا لو عايزين نديله امر تاني نقول له اطبع لنا الرقم ده، او هنا نفذ مثلا. انا هكتب له، لما اكتب ايدج تحت هنا، تمام، او برنت. تمام. احنا كلمه برنت دي لازم نتعود عليها، برنت ما بيجيش بعدها يساوي. تمام. عشان بس ايه، برضو الموضوع ده كان فيه كنت بحضر كورس في مكان ما، فكان كل الناس اللي معايا في الكورس بتكتب برنت يساوي، معرفش ليه بس ايا كان. طبعا احنا بنتكلم في ايه هنا، بنتكلم ان انت لما تكتب برنت، فانت هنا بتقول له نفذ لي الامر ده، او طلع لي الناتج من كذا. تمام. فانت بتكتب برنت. تمام. بعد كده بتقول له اعمل ايه، يعني برنت نيم. تمام. النيم اللي هو ايه، اللي هو احمد، ما انا حطيت له متغير اسمه نيم. المتغير اللي اسمه نيم ده انا حاطط فيه ايه، انا مديله بشكل ثابت ايه، كلمه احمد، حطها لي جوه النيم. طيب لو بعد كده قلت له برنت مثلا السن. تمام. المفروض يطبع لي 20. هنا طبع 20. تمام. بس هنا طبع الاسم والسن. طب انا ممكن في برضو حركه، ممكن حركه نعملها، وبعد كده قلت له اطبع لي الهايت. تمام. وبعد كده قلت له رن، هيطبعهم لي كلهم في سطر واحد. تمام. ففهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ طبعا ممكن نعمل فكره بسيطه زي دي، ان احنا نقول له برنت ذا نيم از، تمام، كنص. تمام. يعني ده نص هيطلع لي قبل ما يبرنت النيم اللي انا قلت له ان هو اسمه احمد. تمام. ولكن هو ملوش علاقه بالحته اللي ورا دي. الحته اللي ورا دي معناها ايه، ان انا بقول له اطبع لي الكلمه دي. تمام. قبل الناتج اللي هو اسمه احمد، المتغير اللي اسمه احمد، اللي هو انا قلت له اطبع نيم، بس انا معرفه ان النيم بتساوي فين، بتساوي احمد. تمام. حلوه، بتساوي فين. بختار مصطلحات رهيبه في الفيديو بتاع النهارده. طيب لو عملت له ران، طبعا ذا نيم از احمد. تمام. طيب انا من شويه عملت قط، لان انا حرفيا كنت كاتب هنا علي. تمام. فهنا تمام، يعني انا كنت كاتب احمد، كانت فيه غلطه. تمام. طيب هنا ايه المشكله، ان انا قلت له هو هيطبع يعني ايه احمد، هو احمد هنا مش عارفها، مش عارف يعني ايه احمد دي. تمام. طيب انت ممكن تحط له احمد برضو بين علامتين تنصيص. تمام. انا برضو بوضح لكم بعض الافكار كده ايه، بشكل يعني ارتجالي. تمام. لفكره ايه المشاكل اللي ممكن تحصل معاكم، فاهمني؟ لو قلت له يطبع لي ده ذا نيم از احمد، لان هو معتبرها جمله. تمام. هو معتبرها جمله. طيب انا عايزه يطبع لي علي، ذا نيم از علي. تمام. ومش عايز اكتب علي هنا، هكتب نيم. تمام. انتوا مش حاسين بقيمه المتغير هنا ليه، لان هو بس بسيط. تمام. لو قلت له هنا هيقول لي ذا نيم از نيم. ليه ذا نيم از نيم؟ لان انا هنا حطيت نيم بين علامتين تنصيص. طيب انا عايز احط نيم كمتغير، هشيل علامتين التنصيص. تمام. واحط نيم، وبعد كده نعمل له رن، ذا نيم از علي. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ طبعا فيديو النهارده هو بدايه لسلسله ان شاء الله عايزين نستمر فيها في القناه، وهي سلسله تعليميه كامله في لغه بايثون. انا لسه بتعلم، فعادي فنتعلم مع بعض. تمام. من افضل الطرق ان انت تتعلم او تعلم نفسك ان انت تعلم غيرك، منها ثواب، ومنها برضو انت بتشارك المعرفة، ومنها برضو بيكون في روح تعاون مع الكل، ان احنا شغالين على حاجة واحدة. تمام. فيديو النهارده فيديو ارتجالي كله حرفيا، من الامثله للشرح لكل ده. في فيديوهات جايه ان شاء الله تكون بتترتب اكتر. تمام. يعني انا بقول فيديو ارتجالي وحاطط لكم معاه PDF، تخيلوا الموقف عامل ازاي. فده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وانتظروا فيديوهاتنا التعليميه كل يوم خميس على قناتنا ان شاء الله، وشاركوا الفيديو لو في حد مهتم ان هو يبدا معانا.